اهلا وسهلا بكم البنات. صلوا معي على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. اليوم كما راكم تعرفوا يا البنات بسبب داء الكورونا راهم شلال الكواش كامل راهم مسكرين. واش قلت مالا قلت ندير وصفه خبز الدار، وقلت لي مالا نشاركها مع حباباتي. ندوز مباشره لطريقه التحضير. انا واش رحت درت؟ جبت كميه من دقيق متوسط، درت قيس 4 قرصات، درتهم نفس الكيل قد القرص قد الملح. درت 4 ثاني قيس ملح. درت 2 مغارف كبار خميره. درت 2 مغارف لحظه. طبعا كما تعرفوا البنات اللحظه تعطي له هشاشه ويجي محمر مليح. اضفت شويه سكر للخميره. عندنا زيت نص كاس، عندي بيضه وماء دافي. نجوز مباشره طريقه التحضير. انا واش نروح ندير؟ نخلط السكر والخميره، نخلطهم مع الدقيق. واش نبدا ندير؟ نهز لحظه تاعي ثاني نخلطها لهنايا، ونجي نذوب الملح تاعي بالماء، نذوبو مليح الملح وحده. بعد ما ذوبته نبدا نخلط المقادير كامل مع بعضها، ونبدا نبل فيه شويه بشويه بالماء. الماء البنات يكون دافي. بسم الله. انا زدت شويه هنايا الماء. جربوا البنات والله غير يجي هايل. انا جربت الخضره كانوا عندي ضياف وشريته هنا ما خدمتش. يا ربي كيفاش ندير. انا كنت حاطه روحي نشري خبز في اخر لحظه البنات والله غير في اخر لحظه. درت الوصفه هذه جربتها من با نص ساعه كان واجد وجا خفيف وطري يهبل. طبعا هذا داء الكورونا خلى الناس شويه نساوين يضربوا على يديهم يخدموا شويه. نعطوا الخبز ندير شويه وصفات في الدار تقليديه. اللي ما تعرفش تتعلم يعني مناسبه عفوا يعني جات يعني سبه ان البنات يتعلموا في الدار. ان شاء الله ربي يعني ربي يرفع علينا البلاء هذا الناس. قولوا امين يا رب العالمين. ان شاء الله ربي يعني ما يكيسناش هذا الوباء. احنا شعب مسلم كما تعرفوا رانا نتوضا في كل وقت الصلاه، والوباء هذا داء الكورونا كما تعرفون لازم الغسيل. وحنايا ربي راهو داير لنا 5 صلوات في اليوم، رانا تقريبا في كل صلاه رانا نتوضاو. ان شاء الله ربي يحمينا منه ان شاء الله يا ربي. امين يا رب العالمين. شفتوا البنات انا هكذا ليت العجينه تاعي. واش نروح ندير؟ نجيب كيس بلاستيكي ونغطيه خليه شويه يخمر يطلع شويه كما نديرو حنايا، ومن بعد نرجع نكمل نعجن. شوفوا البنات انا بعد ما خليته واحد ربع ساعه من 10 دقائق ربع ساعه راهو طلع بدا شويه يطلع. نروح نهبط له داك الطلوع، نجيب كميه الماء ثاني باش نعجنو مليح. البنات اللي عندها البيترا تقدر دير البيترا، بس انا نفضل ندير بيديا خير. هذا كاينين الناس ما عندهمش هذاك ما نديرو بيدينا. بسم الله. البنات انا زيت نديرو مع الاخر خلاص باش يجيني طري مليح ويجينا هشيش. واللي يفضل طبعا يدير مع الاول يدير ما كاين حتى مشكل. انا نفضل ندير مع الاخر. نعجنها مليح. ندير له بيضه. انا درت 2 بيضات، بيضه نديرها في العجينه وبيضه نديرها فوق.
نخلطها مع شويه قهوه وندهن بها الوجه تاع المطلوعه او تاع القرصه باش ما يجيناش الذوق تاع البيض ويجينا احمر من الفوق يسخف. البنات خبز الدار يحب العجين قد ما تعجبوا يجيكم طري منها صفور. انا ما عجبوش فرانا ندير في الصفور ذوبوا شويه شحمه. طبعا ما كاينش واحد مكان ما يعرفش خبز الدار، انا نوجه اكثر للمبتدئات اللي ما يعرفوش. راني نحاول ان شاء الله نقدم وصفات خاصه للمبتدئات. ان شاء الله نديرو الكسره، نديرو خطره رفيس، خطره مبرجه، كل خطره كيفاه بدقه وبالتفصيل باش اللي ما يعرفوش ان شاء الله بناتنا ان شاء الله يستفادوا، خاصة مقبلين على الزواج. البنات يحبوا يتعلموا، كاين البنات بزاف يحبوا يتعلموا بصح ما كاينش قنوات بزاف من نحسوا بالتفصيل، خاصة مثلا كسرة مثلا مطلوع هذو الحوايج تقليدية، رفيس، قرص البيض. كاين بزاف البنات ما يعرفوش وصفات تاع جداتنا التقليدية. ان شاء الله في فيديو اخر راح نديرو وصفة تاع قرص البيض. كاينين بزاف ما يعرفوهش، انا دائما والله غادمين نديرو، انا ندز لجيراني والله هذاك شمال لما كندز دائما يقول لي كيفاش درتي كيفاش درتي، ما كاش بزاف اللي يعرفوه. ان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله نعت لكم كيفاش درت قرص البيض. البنات في التعليقات كتبوا لي ما تنساوش الاشتراك في القناه. شوفوا البنات بعد ما يتعجن مليح كيفاش تعرفوا بلي تعجن مليح، شوفوا كيف نعود نعلمش في داك الصوت يدير غادي البطاطا. شوف ندير شغل بنبولات هكذا اللي طاق فين ما ها شفتوا البنات شفتوا فيه داير واش نروحو نديرو. نجيبو البيضات تاعنا، البيضه البنات لازم تكون بدرجه حراره الغرفه، نكسرها عفوا نحاول ندخلها داخل العجين، متنساوش تكون في الفريجيدير بارده خاطر تهبط لنا الخميره تاعنا تولي الخبز الدار تاعنا ما يطلعش. نحاول ندخلها مليح داخل العجين، ندخلها مليح داخل العجين. ها نزول لك البيضه ندخلها مليح البنات شفتوا ها هكذا يدخل مليح. ما تخافوش تقولوا لي تفترت لنا ولا كثرنا لها الماء. شوف دوك وحداتك تتلايم وحدات تتلايم. شوف ها هكذا ها معجون لنا تحت مليح مليح. ها انا اعتمدت او تعمدت اني نخلي الفيديو قلت معليش يجي طويل، المهم تعرفوا كيفاش المراحل بالتفصيل. ها شفتوا البيض ها دخل كامل، ها ما تخافوش منه برك. ها البنات ما تنساوش تشتركوا في القناه وديروا جيم. البنات نتوما في دقيقه راح ندير تابوني برك وديروا جيم، بصح ما تصوروش كميه الفرحه من الفرحه كي تشتركوا لي في القناه، تعطوني دعم كبير اني ننزل فيديوهات وحوايج جدد ان شاء الله يعجبكم. ها شفتوا البنات ها البيضه دخلت مليح. دوكا واش راح ندير هنا؟ نجيبوا زيت تاعنا. طبعا البنات جيبوا داك الزيت كبوه بشويه ثاني نعاودو ثاني لا عجين نديرو الزيت ونعاودو حتى نديرو كل الكميه. البنات انا راح ندير الزيت هذا كامل نعجنو باش ما يجيش الفيديو طويل. كي نخلص هذا الزيت كامل نعاود نرجع لكم. شوفوا البنات انا من بعد ما خلصت عجنت ودخلت هذاك الزيت مليح ودخل الزيت في العجينه، واش رحت جبت البلاطوات تاوعي هنا البنات. انا جاوني ثلاث قرصات 3 وحدات، رحت دهنت البلاطوات بالزبده ولا زيت
وقرصتهم. دوك انايا نروح نزينهم ونسخن الفور تاعي على 180 درجه، نشعلو من تحت باش يزرب يطلع لي الخبز دار تاعي. نحطو فوق الفور البنات، فوق الفور، ما قلتش داخل الفور، من فوق الفور، والفور يكون شاعل من تحت، ونديرو سم يطلع لكم البنات. دوك نروح نزينو. شوفوا البنات، بعد ما طلع الخبز دار تاعنا رحت كسرت حبه بيض، درت لها شويه قهوه، حركتها مليح ودهنت بها الوجه تاع الخبزه تاعنا باش يجي محمر مليح، يجي يسخف من الوجه تاعو. زينته بشويه سينون بشويه جنجلانيه. طبعا شوفوا طريقه التزيين تاعي، كل واحد حر كيفاش يحب يزين. دوكا ندخلوه للفور. انا شعلت الفور تاعي من فوق ومن تحت على درجه حراره 180 درجه. دوك نروحو نطيبوه ونشوفوا الطريقه تاعو في الاخير ان شاء الله. الخبز دار تاعنا وجد جا هايل، جا روعه. شوفوا البنات واش جا، شوف واش جا طعم. شفتوا انا هنا درت رقيق بزاف خاطر ولادي ما يحبوش خشين بزاف، رققته. نتمنى البنات ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. انا هنايا بروفيتيت لوكازيون درت معاها بيري. بيري درتها بطريقه جديده، كانها كي ديروها تقولي تاع المحلات. السر تاعها انا حبيتو البنات، ديروا لي في التعليقات باش نعطيكم الوصفه تاعها. الذوق تاعها البنات ولا اروع. ذوقوها اللي يشوفها يقول لك هذه مشريه ماشي مخدومه في الدار. نتمنى ان شاء الله تطبقوا تجربوا الخبز دار تاعنا. ما تنساونيش بجام وتشتركوا ان شاء الله في القناه تاعي باش يوصلكم الجديد، وتفعلوا زر الجرس باش نديروا فيديوهات جديده ان شاء الله للمبتدئات. وان شاء الله الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله.